هلال الأخضر وطارق في الاستوديو التحليلي مجموعة جيدة من اللاعبين عند ساراغوسا، والآن ينضم إليهم أيضا المدرب أجويري. إذن يعني ما هو السر في هذا التدهور، في هذا التراجع؟ لمسة جميلة هكذا نريد من كريستيانو رونالدو، لمسة جميلة للكرة، وهذه واحدة جميلة للأمام، وهذه فرصة لأوزيل، وهذا الهدف الأول للريال. الدقيقة 15 تفتح باب التسجيل الملكي 1 ساراغوسا لا شيء بعد بداية صعبة على الريال، ولكن هكذا هو الفارق بين أهل الخبرة وأهل المهارة وأهل التجربة والأقل خبرة. أوزيل يفتح باب التسجيل ويحرز هدفه الرابع هذا الموسم، وطبعا المدرب مورينيو لم يرتاح تماما، ولكن أجويري قلق تماما وربما زاد توتره وهو يدرك أن فريقه يعاني من الصعاب من جديد. ليو فرانكو الحارس الأرجنتيني لم ينجح في فعل شيء. أربيلوا، كريستيانو، أوزيل، لاحظوا مارسيلو لعب الكرة، كانت الأولى لمسة الحقيقة بكعب القدم من كريستيانو إلى مارسيلو، لاحظوا إلى مسعود أوزيل ينفرد ويضع الكرة بأناقة بفن من تحت الحارس الأرجنتيني. مسعود أوزيل التركي الألماني الحائز على الوسام البرونزي مع ألمانيا في كأس العالم، وأيضا اللاعب الذي يقرأ القرآن دائما قبل المباراة يحتفل بهدفه الرابع في الليغا ويفتح باب التسجيل لمصلحة الريال. درجات لكن تشعر بها كأنها صفر بسبب وجود بعض الرياح الباردة. مارسيلو مع الكرة صانع الهدف، الدقيقة 43 من الشوط الأول. الكرة مع مدريد والهجوم لمدريد والضربة الحرة لمدريد، وطبعا أوزيل هو السبب ولانزارو الإيطالي هو المتسبب، وكريستيانو رونالدو على الأرجح هو المصوب. هنا الحوار الكروي بين الإيطالي لانزارو والألماني التركي مسعود أوزيل الذي أسفر عن ضربة حرة مباشرة ليو فرانكو. أعتقد هنا لا دور لجوزيه مورينيو، يعني كريستيانو رونالدو صحيح أنه يتحدث البرتغالية مع كارفايو ومع بيبي ومع مورينيو، والحضور البرتغالي ما شاء الله كبير في الريال، لكن كريستيانو رونالدو بإمكانه أن يدرس كيفية تصويب الضربات الحرة، أستاذ في الضربات الحرة، ولكن طبعا لا يمكن أن يسجل من كل واحد، لا أحد يفعل ذلك، ولا حتى روبرتو كارلوس ولا جونينيو ولا ديفيد بيكام ولا حتى جارينشو بيليه وريفيلينو، يعني مرة تصيب ومرة تخيب بالضربات الحرة. إذا حققت نسبة 25% تكون نسبة رائعة. كريستيانو رونالدو الضربة الحرة الدقيقة 44 والكرة في المرمى، هدف ثاني للريال، رائعة وليو فرانكو بلا حراك. هذه المرة تصيب، وهذه المرة كريستيانو رونالدو يسجل الهدف السابع عشر في الليغا، وفي كل مباراة يضع اسمه على قائمة الهدافين. كريستيانو رونالدو يسجل الهدف. هذه حركة البعض يصفها بالغرور، لكن هذا جزء من كريستيانو رونالدو شو. هذه الحركة أيضا شيء يغلي، شيء يثير الحماس، شيء يفرح الأنصار، وشيء يطمئن المدرب. والريال يحلق في اللارو ماريدا بهدفين مقابل لا شيء من إمضاء أوزيل في الدقيقة 15 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 44 من ضربة حرة. لاحظ ممتازة ممتازة، كرة من حوالي 25 متر مقوسة كما يجب إلى المقص الأيمن من فوق الحائط، والحارس ليس له إلا الفرجة. نعم يتعجب كيف فعلت هذا، كيف ذهبت هكذا. لا تتعجب كريستيانو، نحن الذين نتعجب ونحن الذين نتساءل، والجمهور المحلي طبعا هو الذي يتعجب. يريد أن يفوز بها هذا الموسم، يريد أن يفوز بالليغا هذا الموسم، يريد أن يفوز باللقب العاشر لدوري أبطال هذا الموسم، ولكن دونه وكل هذه الألقاب يقف فريق عملاق اسمه برشلونة. هذه أمامية خطيرة، فرصة هدف ثالث للريال، بالفعل كرة ساقطة ممتازة، وأنخيل دي ماريا يقول هذا القلب وهذا الحب وهذا الهدف لريال مدريد في الدقيقة 47. هذه هي رصاصة الرحمة، هذه هي طلقة النهاية بالنسبة لريال ساراغوسا. هذا هو هدف تأكيد الفوز لريال مدريد، ما لم تحدث معجزة، والأرجح أن زمن المعجزات قد انتهى، فإن ريال مدريد قد ثلاث الآن حتما بهذا الهدف. الدقيقة 47 دي ماريا، كرة لوب، كرة شيب، كرة ساقطة، وهدف جميل. وبالتالي لاحظوا التمريرة الطويلة، يتقدم ويسبق الدفاع، ومن اللمسة الأولى باليسار يرفعها من فوق الحارس تشابي ألونزو. تمريرة ممتازة ونهاية ممتازة من دي ماريا. لمستان فقط وأربع ثواني فقط عمر هذا الهدف. هذا هدف يساوي
لمستان و4 ثواني. التمريرة من تشابي ألونزو إلى دي ماريا إلى الشباك وقبلة مع الحب، وهدف لريال مدريد من إمضاء دي ماريا. هو ماركو بيريز، إدمولسون خرج واشترك بونزيو، واشترك أيضا ماركو بيريز مكان سينما بونغول. هجوم الآن لمصلحة فريق ساراغوسا. بونزيو البديل يأخذ الكرة ويتعثر والحكم يقول ضربة جزاء. إذا اللاعب البديل جاء بثماره فورا وبطاقة صفراء لكارفايو. التبديل أثمر على الفور، هدف يمكن أن يحمل عودة للمباراة. كارفايو تلقى، بيرتولو هو الذي تقدم وتعثر وسقط وحصل على ضربة جزاء. ضربة جزاء لمصلحة ريال ساراغوسا في مواجهة كازياس الذي يبدو أنه لن يهنأ بالاحتفال بالمباراة ال400 بشباك نظيفة. بالفعل الهدف يحرزه جابي، هدفه الثالث هذا الموسم. جابي يسجل هدف تقليص الفارق وفرحة لساراغوسا. إذا هدف لساراغوسا، هدف لريال ساراغوسا من ضربة جزاء. جابي يلعبها أرضية عن يسار كازياس الذي قرر الاتجاه يمينا، وقائد ساراغوسا يرسم الفرحة في روماريدا ويحرز هدف تقليص الفارق الثلاثي يعيده إلى 2. كازياس طبعا حزين على هذا الهدف لأنها المباراة 400 أرادها بشباك نظيفة ولم يحصل على ذلك. على كل حال على ريال مدريد أن يدرك أن هدف ثاني سيعني أن نسحب عبارة رصاصة الرحمة على الهدف الثالث، سيعني أن ساراغوسا سيستعيد الأمل. لذلك ريال الآن يهاجم ويحاول التعويض بسرعة، لكن طبعا هنا يتأخر ولم يتصرف بسرعة وتعود الكرة لمصلحة ساراغوسا. ساراغوسا الذي يقود هجوم الآن مضاد عن طريق ليوناردو بونزيو اللاعب البديل، يعطي الكرة إلى لافيتا إلى بيرتولو الذي اتجه في الجهة اليمنى، وهناك سقوط آخر وكارفايو عنده بطاقة صفراء بسبب بيرتولو قبل قليل. وبيرتولو يعني الحذر بات واجبا على مورينيو أن يحذر على رأسه من أن تصطدم وأن يحذر على شباك فريقه من أن تهتز. طبعا هو الشباك